مرحبا بكم. اليوم راح نعملوا مع بعضنا كروكي يجي مقرمش ويجي خفيف ومحمر مليح. كروكي مرافق للمائدات الجزائرية طبعا في كل مناسبة. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة. كما قلنا نحمروه من جوانب كامل به يجينا يتكرمش. يعني طيب لنا بمقادير بسيطة جدا. ان شاء الله تعجبكم الطريقة هذه وتجربوها. نشوفوا مع بعضنا المقادير اللي تدخل في الوصفة هذه. اولا كما قلنا هو كيلة بيض مع كيلة سكر مع كيلة زيت، يعني نفس المكيال. احنا نقصوا السكر اذا حبيتوا. هنا عندنا كيلة سكر وكيلة بيض ونص كاس تاع مكسرات، وتحبي كاوكاو ولا جوز. هنا 2 ملاعق نشا. هنا عندنا كاس زيت، وعندنا قشور البرتقال و2 خميرة والفارينة. كيما نبداو على بركة الله. هنا نحطوا البيض نتاعنا، نزيدوا له السكر ونضربوه. قرصة تاع الملح طبعا ما نسوهاش. نضربوا مليح الخليط نتاعنا حتى يبيض. كما قلنا الكروكي هذا يعني ما كانش عائلة جزائرية ما طيبوش او ما يحطوش في الموائد، يعني حتى الصباح يجي يعني بسيط، حاجة بسيطة ويشربوا بها الحليب او كما نقولوا القهوة او اي حاجة يعني او تاي. هنا نحطوا الزيت بالعقل بعد ما تضرب لنا الخليط نتاعنا باه يتجانس. نضربوه مليح مع البيض والسكر باه يتجانس لنا الزيت ما يبقاش وحده. هنا نحط المكسرات هذه. هنا نسيت باه نقول لكم حطينا المغرف الصغيره تاع قشور البرتقال. هنا نحطوا نشا ونزيدوا نحطوا الفارينه كما قلنا بالعقل. ما نحطوش يعني بالكثره، بالعقل. ونشوفوا هنا نحطوا الباكيت تاع الخميره ونحركوا ونشوفوا الخليط نتاعنا. كما قلنا هنا الفارينه شويه عينه، احنا نحطوا بالعقل ونشوفوا اذا شربت. ما نخليوهاش يعني يابسه حكمه روحها، وما نخليوهاش تريخ لا ما نقدروش نهزوها، يعني في المتوسط. هنا زعما حبيت نخليها كيما هكذا، لقيتها لا مازالت، زدت لها شويه تاع الفارينه. راكم تشوفوا هنا باليد درت، نبدا ندير باليد. شوفوا هنا الفارينه النوعيه تاعها يعني مش ملاحه، تجينا هكا سمره، جايه سمره. المهم هنا كيما نقولوا دهنا البلاطو تاعنا اللي راح نحطو فيه بالزيت، ونهزو كيف كيف بالزيت باش تساعدنا ما تلصقش في يدينا. ونحطو في البلا ونستفو ونعملوا لي بودان تاعنا. لي بودا يكونوا كيما تحبوا نتوما. تحبوهم رقاق يجيكم الكعبات تاعكم صغار، تحبوهم خشان يجيكم الكعبات خشان. هنا انا درت 2 يجيو الكعبات خشان. اذا حبيتوا الكعبه تجيكم صغيره ديروا 3 دي بودا وتحلوهم هكذا. هنا درتهم كيما قلنا خشان شويه. نعدلهم بالكوبات وندهن. هنا نعمل البيض ونعمل معاه مغرفة تاع كاكاو بيعطينا هذاك اللون المليح. وينحي ريحة البيض. ندهن بهم لي بودان تاعنا تاع الكروكي. وهنا كي يعود عندك اي يعني مكسرات، عندك كاوكاو ولا جوز ولا تحطي من فوق فقط للتزيين. هنا حطيت كاوكاو فيلي. هنا كيما طابلنا كيما قلنا يقعد على 180 درجة، يطيب من تحت كي يحمر. نزيدو نشعلوا له من فوق يحمر. وهنا التقليب هذه كل واحد كيف يحب. كاين اللي يحب يتقرمش يدوروه كيما هكذا في البلا ويحطوه يحمروه من فوق، كيما نقولوا يحمروه تحميره تاع باه يعود يتقرمش مليح يعني. هنا راني شعلت لي من فوق مش من تحت. كي يتحمر تزيدوا تعاودوا تقلبوه. ها هو هنا الكروكي تاعنا محمر يجي روعه. ذوقه روعه. ان شاء الله تعجبكم الطريقه هذه تجربوها. كما قلنا
الفرينة تلعب دور كبير في نجاح يعني الحلويات تاعكم. كما رانا نشوفوا، لكن لازم تخدموا لانه نوع فرينة ما كانش نوع فرينة واحد يعني متوفر على طول السنة. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة ويعجبكم الطريقة وتكون الفرينة ملاحة. إلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله، وفي أمان الله.